أحيانا يظن الإنسان أن الشهرة والعظمة مقترنة بالملوك والقادة، لكن التاريخ يخبرنا أن الخلود الحقيقي لا يصنع بالسيوف ولا بالقصور، بل يكتب باسم رجل يقف في وجه الضلال وحيدا فيصرخ بكلمة الحق التي تغير مسار أمة بأكملها. ومن بين هؤلاء الخالدين يبرز اسم النبي إلياس عليه السلام، ذلك الرجل الذي تحدى الجاهلية الوثنية في أرض بعلبك ليترك أثرا خالدا في سجل الرسالات السماوية. تذكر كتب التاريخ والسير أن إلياس عليه السلام كان من نسل هارون أخي موسى عليهما السلام، أي أنه من سلالة كريمة جمعت بين النبوة والطهارة، وقد عاش في بيئة امتلأت بالوثنية، حيث انتشرت عبادة الأصنام في بلاد الشام، وخصوصا في منطقة بعلبك، حيث كان الناس يعبدون صنما كبيرا عرف باسم بعل. في ذلك الزمن انغمس القوم في حياة مادية فاسدة، وتركوا عبادة الله الواحد، ونسوا ما تركه الأنبياء السابقون من وصايا وإرشادات. وهنا كانت الحكمة الإلهية في بعثة إلياس عليه السلام، ليجدد الدعوة إلى التوحيد، وليذكر الناس بأن القوة والرزق والبركة لا تأتي من صنم جامد، بل من خالق السماوات والأرض. وقف إلياس عليه السلام في قومه داعيا إلى عبادة الله وحده، محذرا من عبادة بعل الذي لا يسمع ولا يبصر. كان خطابه واضحا قويا يوقظ الضمائر الغافلة، دعاهم إلى ترك ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام، وحثهم على العودة إلى طريق الحق. لكن القوم مثل كثير من الأمم السابقة استكبروا واستصعبوا ترك عاداتهم المتوارثة، فمنهم من كابر بدافع الكبرياء الاجتماعي، ومنهم من رفض لأن مصالحه الدنيوية مرتبطة بالمعبد الوثني وما يجلبه من نفوذ وثروة. ورغم ذلك ظل إلياس صابرا ثابتا يكرر دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يكن الطريق مفروشا بالورود، فقد لاقى إلياس عليه السلام صدودا قاسيا وسخرية من دعوته. اتهموه بأنه يريد أن يفرق جماعتهم، وأن يهدم عاداتهم، وأن يفقدهم سلطانهم على الناس. ومع ذلك لم ييأس، بل ظل يذكرهم بأن الحياة الدنيا قصيرة، وأن المصير الحق في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا. ومع طول سنوات الدعوة آمن قلة من قومه، بينما بقي الأكثرون على عنادهم. القيم المستفادة من قصة إلياس: إن قصة النبي إلياس عليه السلام ليست مجرد حكاية تاريخية، بل هي درس عملي متجدد عبر الأزمان. ومن أهم ما نتعلمه منها الثبات على الحق. رغم قلة المستجيبين ظل إلياس ثابتا على دعوته، وهو ما يلهمنا اليوم ألا نتنازل عن مبادئنا أمام ضغوط المجتمع. قيمة الصبر: الصبر ليس ضعفا، بل قوة روحية تمكن الإنسان من مواجهة التحديات الطويلة. خطورة العادات الباطلة: كثير من الناس يتمسكون بما ورثوه عن آبائهم حتى لو كان باطلا، وهنا تبرز أهمية الوعي الفردي في التمييز بين الحق والضلال. المكان لا يحمي الباطل. بعلبك رغم عظمتها ومعابدها الضخمة لم تستطع أن تخلد عبادة الأصنام، بينما كلمة إلياس الخالدة بقيت في كتب التاريخ والوجدان الإنساني. من الملامح المميزة في سيرة إلياس أنه كان نبيا يحمل قلبا رقيقا محبا لقومه، يتمنى لهم الخير رغم عنادهم. لم يكن حاقدا ولا منتقما، بل كان همه الأكبر أن يهتدي الناس إلى الحق. هذه السمة تجعلنا ندرك أن القيادة الروحية تقوم على الرحمة أولا قبل القوة والحزم. أثره في الرسالات اللاحقة: ظل اسم إلياس حيا في الذاكرة الدينية للديانات السماوية، فقد عرف في التراث اليهودي والمسيحي والإسلامي على السواء، باعتباره نبيا مصلحا دعا إلى التوحيد ومحاربة الوثنية. هذا الامتداد يؤكد أن رسالته لم تكن محصورة في زمن أو مكان، بل هي جزء من النسيج الكوني للأنبياء الذين حملوا رسالة واحدة: عبادة الله وحده. دروس للحاضر: إذا نظرنا إلى عالم اليوم نجد أن كثيرا من صور الأصنام ما زالت قائمة وإن اختلفت الأشكال. فبعض الناس يعبدون المال، وآخرون يقدسون الشهرة، وغيرهم يخضعون لسلطان القوة العمياء. وهنا يصبح استحضار سيرة إلياس عليه السلام ضرورة ملحة لتذكيرنا بأن الأصنام ليست دائما حجارة، بل قد تكون شهوات أو أفكارا زائفة تحكم عقول الناس.
إن النبي إلياس عليه السلام مثال خالد لرجل حمل رسالة الحق في زمن كثرت فيه الأصنام وواجه قوما غارقين في الضلال. لم تثنه قلة الأتباع ولا سخرية المستكبرين، بل ظل صامدا حتى أصبحت دعوته جزءا من ذاكرة الإنسانية. فمن بعلبك، المدينة التي اشتهرت بمعابدها الوثنية، خرج صوت قوي ينادي بالوحدانية، ليثبت أن النور قد ينبثق من قلب الظلام، وأن كلمة الحق قد تبقى حية وإن لم تجد إلا قلة من الأتباع. وهذه هي العظمة الحقيقية التي تجعل من سيرة إلياس درسا خالدا للأجيال، ورسالة لا تفقد قيمتها مهما تغيرت الأزمنة.